شايفين الجمال؟ جمدت زي الفل. المانجا طبيعية جدا، وعندنا بالفانيليا وبالشوكولاتة. اعمليها للولاد كده، خليهم كده يطري على قلبهم في الصيف اللي احنا فيه وفي الحر ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناتي وقناتكم حبي نفسك واهتمي بيها. وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات، ويا ريت الفيديوهات تكون بتعجبكم، ويا ريت تشجعوني كده باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. طبعا الجو حر جدا جدا، فاحنا محتاجين حاجة كده نرطب بيها على نفسنا، والولاد كمان يرطبوا على نفسهم. طبعا خلصنا امتحانات، ومش كل شويه بقى يا ماما عايزين ايس كريم، يا ماما عايزين ايس كريم. فاحنا هنعمل النهارده الايس كريم باسهل طريقه. يلا بينا ندخل في الفيديو. كده انا معايا بوله، وهجيب كريم شانتيه خام، مش اللي هو الاكياس. بصي، قد ما هنحط كريم شانتيه قد ما هنحط الميه ونصهم سكر. دلوقتي ده معايا بالظبط 85 ملي من الكريم شانتيه. طبعا انتي لو حابه تزودي يعني علشان هعمل الكميه اللي انا هعملها يعني. ونص اللي انا هعمله دوت، نص ال 85 دول اهو، انا هحط سكر. هي ساعه مثلجه، هي حاطين فيها التلج لسه. بسم الله. نفس الكوبايه بتاعه الكريم شانتيه حطينا فيها ميه مثلجه. وبالمضرب بقى كده يا ست الكل، ونبدا نشتغل فيها. بسم الله. زي ما انت شايفه كده، انا شلته من البوله التانية وحطيته في حاجه عميقه عشان يديني السمك اللي انت شايفاه ده. شايفه كده شكل كريم شانتيه؟ بعد ما خلصنا هنحط حبه من الابيض كده زي ما هو، هنحطه في علبه تلاجة. ده عشان هيبقى بالفانيليا، لان انا حطيت حبه فانيليا وانا بعمله. تمام. الباقي دول بقى هنجيب كاكاو من الخام، وهنحط معلقتين كده عليه، ونكمل بقية ضربهم. هنضربهم تاني بالمضرب. لو عندك حتة شوكولاتة نوتيلا ممكن تحطي. ودي كده بعد ما خلصنا اللي بالشوكولاتة، هنبدأ بقى نحطه في علبة التلاجة. العلبة دي بتاعت نوتيلا يا بنات، تفكروا علبة اي حاجة تانية. انا ما بعرفش اعمل فيه الكريم شانتيه غير في العلبة دي يعني، عشان غويطة شوية. هنبدأ بقى نحطها في علبة التلاجة كده. وكده خلصنا الشوكولاتة، هنبدأ نقفلها. كده عملنا من ربع كوباية من الكريم شانتيه يعني طبقين تلاجة ايس كريم، واحد بالشوكولاتة وواحد بالكريمة او بالفانيليا. هنبدأ نحطهم بقى ايه في الفريزر، وهنعمل الطعم التاني. انا معايا قطعة من المانجا مثلجة زي ما انتم شايفين كده، متجمدة اهي. هنبدأ بقى نجيب الخلاط العادي خالص. جبت الخلاط، هبدأ احط فيه المانجا. مش هحط اي حاجة خالص غير السكر. السكر حسب الرغبة بتاعتك. الفواكه يا بنات مش بنحط اي اضافات على الفواكه علشان نحس بطعمها. يعني الحاجة الوحيدة اللي مش بنحط عليها اضافات الفواكه، بنجيبها مجمدة زي ما هي كده، ونبدأ نضربها في الخلاط. كده المانجا هنحطها برضو في الفريزر، ونرجع بعد شوية ونشوف الثلاث انواع اللي احنا عملناهم. استني معايا. وادي كده الايس كريم بعد ما عدى حوالي 3 ساعات. طبعا الولاد مش صابرين، فعشان كده هنبدأ دلوقتي نقدمه. نبدأ كده نجيب البولة او بتاعة الايس كريم. بسم الله. يعني ولا اروع. شايفين الجمال؟ جمدت زي الفل. المانجا طبيعية جدا، وعندنا بالفانيليا وبالشوكولاتة.
اعمليها للولاد كده، خليهم كده يطر على قلبهم في الصيف اللي احنا فيه وفي الحر ده، وبالهنا والشفا. طعمها تحفة. لما تعملوا اي فاكهة يا بنات ما تحطوش عليها اي اضافات خالص غير السكر. المانجا بتحسيها طبيعية. نشوف الفانيليا، جميلة جدا جدا، مظبوطة. جربيها واعمليها للولاد، ولو عايزة تحطي فيها جوز الهند وانت بتعمليها حطي، ولو عايزة ترشي عليها سوداني رشي، وبالهنا والشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.